ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بكل اسرارها، بكل تكاتها الحلوة. شايفين ما شاء الله طرية ازاي؟ مش قادرة اقول لكم جميلة قد ايه ومش مكتومة. هتشوفوا الطريقة ان شاء الله وهتعجبكم جدا جدا. يلا بينا على الطريقة. ده كيلو ونص لحمة، بشرت عليه بصلتين متوسطين الحجم. زي ما انتوا شايفين ما باخدش المية كلها، يعني بعصر نص الكمية والنص بحطه عادي. انا ما بحطش بصل كتير في الكفتة دي عشان تبقى كلها حلوة. حطينا بهارات لحمة مشكلة، وحطينا فلفل اسود وملح، وحطيت بياض بيضة زي ما انتوا شايفين، بياض بيضة. حطيت كيس بيكنج باودر لكن بصراحة ما جاش في التصوير. حطينا 3 معالق نشا، 3 معالق نشا، وهنقلبهم كويس قوي قوي. لو اللحمة جايلك مفرومة يعني يفضل انها تتفرم وشين. لو ما اتفرمتش وشين بتعجنيها عجن جامد يعني كتير قوي، تفضلي تعجني فيها لحد ما تنعم خالص زي ما انا بعجنها كده. هي جايلي مفرومة وش واحد، فانا طبعا لازم اعجنها زي ما انتوا شايفين كده، اخليها ناعمة خالص. طبعا كيس البيكنج باودر علشان ما تبقاش مكتومة معانا زي ما انتوا شايفين. طبعا لازم يكون فيها نسبة دهن. شايفين دي؟ هي دي حتة الدهن اللي انا حطاها. انا حاطة حتة من لية الخروف، بتديها نفس طعم كفتة الحاتي بالظبط زي ما انتوا شايفين. انا حاطة حتة صغيرة خالص خالص، كانت عندي في الفريزر، بشرتها بالمبشرة على اللحمة. وطبعا بفضل اعجن في اللحمة زي ما انتوا شايفين كده لحد ما تنعم معايا خالص خالص. انا عايزاها تكون ناعمة ناعمة قوي. وبحطها في التلاجة وبتقعد 4 ساعات علشان تتشمع كده. انا مطلعاها من التلاجة بعد 4 ساعات. يعني انا بصراحة بعمل اللحمة على بيات. انا حطيتها في الفريزر 4 ساعات. وزي ما انتوا شايفين هنا هشكلها على السيخ. الكفتة دي انا حابة انها تكون متفرغة من جوه علشان ما تبقاش مكتومة برضو، وعلشان تستوى صح. زي ما انتوا شايفين كده انا بعملها على السيخ. اللي حابب يشويها زي ما هي كده يشويها على الفحم، اللي حابب يشويها في الفرن يشويها. بكل الطرق هتمشي معاكم زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله قوام اللحمة حلو قوي، ونسبة الدهن فيها مظبوطة. شايفين ما شاء الله؟ كمان لما اتحطت في الفريزر اتظبطت، بتتشمع وتبقى حلوة قوي ومظبوطة في ايدك، ما بتقعش من على السيخ. زي ما انتوا شايفين ناس كتير بتشتكي ان اللحمة بتقع من على السيخ. لو عملتيها بالطريقة دي اوعدك انها تطلع معاكي مظبوطة 100% زي كفتة الحاتي. وهنا انا صبعت، ما كانش عندي غير 4 تسياخ، فطبعا هصبع بطريقة تانية خالص. كان عندي مسن انا غسلاه كويس ما بستعملوش، فانا صبعت على المسن زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله؟ ما تعبتنيش في التشكيل خالص. شايفين؟ انا صبعتها على المسن، يعني ما فيش حاجة هتقف معانا. ممكن تعمليها لو عايزة تعمليها اصغر من كده على القلم الجاف. لازم تكون مفتوحة من جوه علشان ما تبقاش مكتومة معاك. شايفين ما شاء الله؟ عايزة اقول لكم بقى ان الكفتة دي مش بتكش خالص، مبروكة، وبتبقى زي ما هي علشان طريقة التسوية بتاعتي. دي بقى طريقة التسوية، ان احنا هنجيب صينية وفيها مية وهنحط عليها الشبكة. انا حاطة الصينية على البوتاجاز ومولعة البوتاجاز. هحط الكفتة على الشبكة تستوي على البخار. الطريقة دي بتخلي اللحمة ما تكشش خالص،
وحجمها بيبقى حلو. شايفين انا حطيتها كده وهغطيها. اللي عنده ورق فويل يغطيها، بس انا ما كانش متوفر عندي فغطيتها بصينيه عشان البخار يبقى عليها. انا غطيتها كده لحد ما البخار يسويها كده. زي ما انتوا شايفين البخار سوى اللحمه، هي سخنه نار دلوقتي. شايفين حجمها زي ما هو، ما كشتش خالص. شايفين ما شاء الله حجمها زي ما هو. وهنا هبدأ احمرها. طبعا اللي حابب يشويها على الفحم يعني يكمل شويها على الفحم يكمل، اللي حابب يحطها في الفرن يحطها، لكن انا حمرتها في الزيت. اي طريقة عايزة تكملي الطريقة بتاعتي تكمليها بقى في طريقة التحمير دي ترجعلك. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله حجمها زي ما هو، ما كشتش خالص، كمان طرية مش جامدة ولا هتفك معاكي ولا اي حاجة من دي خالص. طريقة ناجحة 100%. اتحدى اي حد ان يعرف الطريقة الحلوة دي. زي ما انتوا شايفين كده هنحمر الكمية كلها. مش هتاخد معاكي وقت خالص. انا عملتها على بيات، يعني انا جهزتها على بيات عشان احطها في الفريزر 4 ساعات، عشان الوقت مش هيساعدني لو انا عملتها في نفس اليوم، فانا جهزتها على بيات. ودي كانت الكفتة بتاعتنا النهاردة. ما تنسوش بقى يا جماعة لايك وشير ودعم للقناة. شايفين طرية ازاي؟ شايفين ما شاء الله. مش قادرة اقول لكم على حلاوتها فعلا وجمالها وريحتها. ما تنسوش بقى يا جماعة لايك وشير ودعم للقناة، واللي ما اشتركش في القناة يشترك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. هنا زي ما انتوا شايفين بقى التكة الأخيرة، انا حطيت معلقة زيت من اللي انا محمرة فيهم الكفتة، واحط عليها الفحم علشان تاخد طعم الكباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.